الحياة كلها بتبقى ورود ودباديب حمراء وقلوب ورسائل رومانسية. واخد لي بالك انت يا ابراهيم؟ عاوزة ورد يا ابراهيم. مساء الفل والجمال عليكم، كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. 14 فبراير من كل سنة بيرجع لينا عيد الحب، فالنتاينز داي. الحياة كلها بتبقى ورود ودباديب حمراء وقلوب ورسائل رومانسية. واخد لي بالك انت يا ابراهيم؟ وصحيح احنا بتوع حواديت الحب بقى، بس احنا يا ابراهيم مش محتاجين يوم نحتفل فيه. كل يوم واحنا وسط حبايبنا وبخير بألف احتفال. كل يوم واحنا جوانا امل في بكرة وقلوبنا دافية ونفوسنا عمرانة براحة البال، ده احتفال. النهاردة بطلنا في حواديت الحب الحب نفسه. قالوا عن الحب حاجات كتير. الحب تكون سعادتك في سعادة الآخر ووجعه وجعك. ولما بنحب حد بنحبه عشان شخصه، مش عشان الحاجات اللي يقدر يقدمها لنا. وفي نفس النقطة قال هنري ديفيد، لما بتحب بتكون عندك الرغبة تدي العالم كله للي بتحبه. قال جبران خليل جبران، حبنا لشخص لجماله فقط ليس حبا، لكن أن تحبه رغم عيوبه فهذا هو الحب بالتأكيد. واحد من أشهر الكتب اللي بتتكلم عن الحب كتاب لغات الحب الخمسة. هو باختصار بيقول إن كل واحد فينا ليه طريقة معينة بيستقبل بيها الحب. الخمسة دول: أولاً كلمات الحب والتقدير والتشجيع. تاني لغة بيسموها quality time، يعني نفضي نفسنا ونقضي وقت مع اللي بنحبهم، وقت مخصص ليهم. تالت لغة physical touch، اللمسات الحنينة والطبطبة. الرابعة تقديم المساعدة، إنك تساعد شريكك من غير ما يطلب منك. الخامسة هي تقديم الهدايا، لأن العطاء صورة من صور الحب. وهنا قيمة الهدية مش في تمنها إطلاقا، إنما في معناها والمجهود المبذول فيها. عاوزة ورد يا إبراهيم. حسب CNN بيتم بيع أكتر من 200 مليون وردة حوالين العالم يوم عيد الحب. 74% من اللي بيشتروا الورد رجالة و26% من الستات. 15% من الستات بيشتروا الورد لنفسهم. في فبراير 2006 سجلت حركة بيع الورود في مصر قيمة 6 مليون جنيه حسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات. 73% من الهدايا اللي بيشتروها الرجالة بتكون الستات هي اللي مشترياها ومختاراها والشريك بس يقدمها. طلعت غلبان معانا قوي يا إبراهيم. الستات بتعمل كده عشان ما عندهاش ثقة في اختيار الراجل للهدية. أكتر هدية محبطة للرجالة هي الورد، وأكتر هدية محبطة لآمال الستات إنه يدفع لها اشتراك الجيم. لغاية سنة 1920 كانت الطماطم الصغيرة الشيري توميتوم دي رمز من رموز عيد الحب، لغاية ما دخلت الشوكولاتة وسيطرت بمبيعات بملايين الدولارات حوالين العالم في اليوم ده. تعالوا بقى نطلع في رحلة حوالين العالم نتعرف على شوية طرق للاحتفال بعيد الحب. فنلند خلته يوم الصديق عشان الكل يشارك في المناسبة. في كوريا يوم 14 فبراير الليدز بس هم اللي يقدموا الهدايا والشوكولاتة للرجالة، ويوم 14 مارس الرجالة عليهم يردوا الهدية بضعف قيمتها. في إيطاليا العشاء الرومانسي هو الأشهر للاحتفال. في جنوب أفريقيا البنات بتكتب اسم المرتبطين بيه على كمهم. في اليابان بيهادوا بعض بالشوكولاتة، بس حسب نوع الشوكولاتة بتكون العلاقة. في واحد للأصدقاء، ونوع لزملاء العمل، وثالث نوع بتاع الحبايب. أما بقى إحنا فالعالم كله عارف إن المصريين بيحتفلوا بعيد الحب مرتين، وإحنا احتفلنا هنا سوا بعيد الحب المصري وحكينا إشمعنا إحنا اللي بنحتفل مرتين. في بقى إحصائيات مفاجأة: 53% من الستات عندهم استعداد ينفصلوا عن شريك حياتهم لو ما جابش هدية في عيد الحب. 3% من الرجالة المرتبطين بيفركشوا قبل عيد الحب أريح ما يدوروا على هدية. تعالوا بقى نعرف إيه أصل الاحتفال ده. أول مرة تم الاحتفال بعيد الحب كان سنة 496، وكانت الدعوة طالعة للاحتفال من كنايس أوروبا للاحتفال بعيد القديس فالنتاين اللي تنفذ فيه حكم الموت يوم 14 فبراير بدل عيد الربيع والخصوبة اللي كان بيبقى يوم 15 فبراير. وده احتفال عند الرومان زمان، وكانت الرجالة بيضربوا فيه الستات بجلود الحيوانات، ودي كانت عادة وثنية غريبة ومهينة،
وده كان السبب ورا الدعوة للاحتفال. القديس فالنتين كان عايش في القرن الثالث الميلادي في عهد الإمبراطور كلاوديوس الثاني. الإمبراطور كان مانع الجنود من الجواز لأنه شايف إن اللي مش متجوزين بيحاربوا أحسن من المتجوزين، لأن الجندي الأعزب ما عندوش حاجة يخاف عليها فبيحارب مش خايف يموت. بس الجنود دول شباب وقلوبهم بتدق وكانوا بيحبوا، فشاف القديس إن ده بيعرضهم يعملوا الخطية والأفضل إن هم يتجوزوا، فكان بيجوزهم في السر. فلما وصل الخبر للإمبراطور قبض عليه وحكم عليه بالموت، وكان يوم استشهاده يوم 14 فبراير وأطلقوا عليه شهيد الحب. الحب مش محتاج يوم نحتفل فيه، ولا اللي بنحبهم يستاهلوا مننا إننا نعبر لهم عن حبنا في الأعياد والمناسبات بس. اللي بنحبهم يستاهلوا يحسوا بغلاوتهم عندنا طول الوقت، بكلمة حلوة، بابتسامة طيب خاطرهم، ومفيش أغلى من الوقت نهادي بيه اللي بنحبهم. الحب هو التفاصيل الصغيرة كل يوم. قال دكتور عبد الرحمن ذاكر: الإنسان مفطور على أن يأنس ويؤنس به. الحب احتياج إنساني عميق، كلنا محتاجين لبعض. بيقولوا connection is the currency of wellness. التواصل الإنساني مهم جدا لصحتنا النفسية والجسدية. كل سنة وانتوا بألف خير، وكل يوم وانتوا في سعادة وحب، وكل يوم وانتوا حاسين بغلاوتكم، وانتوا حقيقي غاليين على قلبي قوي. كل سنة وانتوا عيلتي اللي بتكبر يوم عن يوم. قولولي هتهادوا حبايبكم بإيه؟